يا مساء الفل. هعمل معاكم النهاردة طريقة عمل السحلب البيتي الشتوي، ينفعش الشتا من غيره. يلا مع بعض نشوف المكونات والمقادير بتاعتها عبارة عن ايه. المكونات بتاعتنا هتبقى نص كوباية من كل حاجة: نص كوباية رز مطحون، نص كوباية سكر بودرة، نص كوباية كريم شانتيه، نص كوباية جوز الهند، ربع كوباية سمسم، وربع كوباية سوداني، وربع كوباية زبيب، نص كوباية لبن بودرة، ومعلقتين كبار نشا. المختلف بقى معانا في الطبق الصغير ده عبارة عن فانيليا مركزة، بودرة جوز الهند، وأربع فصوص من المستكة. تمام. بحرف المعلقة كده زي ما أنا بشاور لكم كده، يدوب اخد بيها. ما كترش من الفانيليا الخام لأنها حامية، هي وبودرة جوز الهند. تمام. المستكة بقى أوريها لكم اللي مش عارفها. دي بيبقى كانت شكلها كده، هي بتيجي في العلبة الصغيرة دي، وبتبقى زي فصوص صغيرة كده أو حبيبات صغيرة كده. يا دوب باخد 4 حبات منها واطحنها كويس قوي، وتبقى معايا بودرة بالشكل ده. ابعد بس الزبيب والسوداني دلوقتي لانهم تزيين، هحتاجهم اخر حاجة. وابتدي اجيب بولة وانزل فيها كل المكونات اللي عندي، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جوز الهند الناعم، نص كوباية كريم شانتيه، نص كوباية لبن بودرة، نص كوباية سكر بودرة، معلقتين كبار نشا، ونص كوباية رز مطحون. حابة تشتريه من بره، حابة مش حابة ابتدي اعمليه في البيت، اطحنيه في البيت، سهل مش صعب. وبعدها ربع كوباية سمسم، سمسم هيبقى احمر طبعا. وبعدها المستكة، بودرة جوز الهند، والفانيليا. مش متاح الفانيليا الخام او المركزة، تقدري تحطي الفانيليا كيسين فانيليا من العادي. بعد ما خلطنا كل المكونات مع بعض نقلبهم كويس قوي. زي ما انتوا شايفين معانا بالشكل ده. ولو لاحظتوا ان انا ما حطيتش لا زبيب ولا سوداني لان ملهمش عمر في السحلب، السوداني بيندي بيخزز، ملوش لازمة، خليها بره احسن. وقت الاستخدام بنبتدي ان احنا نزين بيها احسن. تمام. ودلوقتي جبنا برطمانات مغسولة ومتعقمة ومتجففة كويس قوي، ابتدي اعبي فيها السحلب بالشكل ده. ما عندكيش برطمانات، عندك علبة ازاز، مفيش مشكلة. تمام. خلص الكمية كلها لحد اخر سحلبية. ابتدي اغطيها بقى ويكون معايا بالشكل ده. وزي ما قلنا الزبيب والسوداني زي ما هما بره، السوداني بيحافظ على القرمشة بتاعته زي ما هي طول ما هو بره بعيد عن السحلب. تمام. ويلا تعالوا معايا نشوف هنسويه ازاي على النار. دي حلة لسه مولعتش النار، احط فيها كوبايتين من اللبن. اللبن مش سخن خالص، يعني من التلاجة بره شوية عادي، اهم حاجة بس انه ما يكونش سخن. معايا السحلب بالشكل ده، هاخد منه معلقتين كبار
على كل كوباية لبن، يعني كل كوباية لبن بحط لها معلقتين كبار سحلب. تمام، نحط معلقتين كمان عشان كوبايتين لبن يبقوا 4 معالق سحلب كبار. واقلب كويس قوي لحد ما احس ان كل المكونات اللي انا نزلتها دابت في اللبن او اختلطت باللبن كويس قوي. طبعا كل ده انا بقلب على البارد، لسه ما ولعتش النار خالص. تمام، وبعدها انزل بالزبيب في الوقت ده عشان يستوي معايا. ده اختياري، حباه حباه مش حباه عادي. بحط منه حوالي معلقتين 3 صغيرين خالص، وبعدها اولع النار واقلبها كويس قوي. لو بتحبي السحلب بالقرفة حطي دلوقتي معلقتين صغيرين قرفة، خليهم يستووا مع بعض كلهم زي ما انتوا شايفين معايا كده. في ناس بتحبه تقيل، في ناس بتحبه خفيف، زي ما انت عايزة انت وراحتك. انا شايفة ده القوام المظبوط معايا، ده يكون القوام معايا بالشكل ده. حسيتي ان هو تقيل احط له شوية لبن، حسيتي ان هو خفيف في ربع كوباية لبن ساقع من بره احط فيها معلقة سحلب. مش قادرة اقول لكم الريحة قد ايه تحفة، من الفانيليا من بودرة جوز الهند اللي احنا حطيناها، الريحة والله تحفة. يلا مع بعض نصب اول كوباية. في ناس بتحب السحلب بالقرفة، في ناس بتحب السحلب بالكاكاو، في ناس بتحب سحلب سادة، انتي وراحتك. يلا نصب تاني كوباية. نحط معلقة السوداني دلوقتي ماشي، عايزة تحطيها على الوش ماشي، انتي وراحتك. انا بحط كده وبحط كده. يكون معانا بالشكل الجميل ده. ايه رأيكم؟ صحة وعافية للي يجرب، واتمنى لو عجبكم تشتركوا في القناة للي لسه ما اشتركش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله لكم. وسلام.